لو عملتيها بالطريقه دي انسي انها تفشل معاكي، هتطلع معاكي بالشكل اللي انت شايفاه ده. لما اقولك على الطريقه بتاعتي هتعملي بيها احلى والذ واطعم كيك ممكن تجربيه. هيطلع الكيك معاكي هش وسفنجي وريحته بقى هتجيب لاخر الشارع. بص قطعه الكيك من جوه عامله ازاي، بجد خطيره. لو جربتوها انا متاكده ان انتوا هتعملوها على طول، لان انتوا هتاكلوا احلى والذ واطعم كيك. تعالوا النهارده مع بعض نعمل كيكه الامهات بدون اي افتكاسات، وهتطلع بقى زي ما انت شايفه كده. تعالي بقى اقولك على الطريقه بتاعتي والمقادير. هتجيبي كده بوله ناشفه خالص ما فيهاش ولا نقطه ميه، وتنزلي باربع بيضات بدرجه حراره المطبخ. هتضيفي على البيض بتاعك حوالي كده معلقه صغيره من الفانيليا وكوبايه ونص من السكر، وتبداي بقى في المرحله دي تضربي السكر مع البيض والفانيليا كويس جدا. انا عايزه لونهم يفتح معايا ويميل كده للون الابيض، وكمان القوام بتاعهم يعلى معانا كده ويبقى بالشكل اللي احنا شايفينه ده. بصوا لونهم فتح وقوامهم عالي ازاي. هنضيف بقى عليهم معلقه خل، ولازم معلقه الخل دي لان هي بتدي للكيكه بتاعتي طراوه وهشاشه ولون فاتح كده من جوه. رجعت زودت عليهم كمان كوبايه من اللبن، وضربت بقيه المكونات كويس جدا مع بعض. محضره عندي كوبايه نصها زيت ونصها سمنه بلدي، ومش قادره اقول لكم طعم السمنه البلدي في الكيك بيبقى حلو قد ايه. قلبت المكونات مع بعض كويس جدا وخلاص. هسيب المضرب بتاعي على جنب، وفي بوله تانية هجيب 3 كوبايات من الدقيق انخلهم كده بالشكل ده، ولازم ننخل الدقيق بتاعنا. هننزل بكيك شيف او كيك او كيس بيكنج باودر، وكمان رشه من الملح. هقلب بقى المكونات بتاعتي كويس جدا مع بعض، وهنزل كده بالخليط السايل على الخليط الجاف شويه شويه كده. وكل ما انزل شويه هقلب بالمضرب كده زي ما احنا شايفين، ولازم التقليب يكون كله في اتجاه واحد. بعد ما هقلب المكونات بتاعتي هلاحظ هنا ان قوام الكيك تقل معايا بالشكل ده. الخطوة بقى اللي هتخلي الكيك ده هش كده وطري وحلو جدا هي ربع كوباية من المية المغلية. مش قادرة اقول لكم يا جماعة ربع كوباية المية المغلية دي عمل ايه في قوام الكيك بتاعي، خلاه حلو جدا. قلبت كده المكونات كلها في اتجاه واحد، ونزلت بقى بخليط الكيك في الصينية بتاعتي اللي انا دهناها سمنة ومبطناها كده بالدقيق. طبعا الفرن بتاعي شغال على درجة حرارة 180. خبطت الصينية بتاعتي خبطتين، وبخلة كده طلعت فقاقيع الهواء، ودخلت الصينيه بتاعتي قعدت ساعه الا ربع في الفرن. وادي الكيكه بتاعتنا طلعت من الفرن وبقت بالجمال اللي احنا شايفينه مع بعض ده. شايفين هشه وطريه، وبجد ريحتها بقى كانت قلب البيت. هنقلبها مع بعض دلوقتي ونشوفها عامله ازاي. بصوا بقى الجمال. تعالوا بقى نقلب الكيك بتاعنا، وهيطلع معانا زي ما قلتلك هش وسفنجي، وريحته كمان كانت جايبه لاخر الشارع. بصي بقى الكيك بتاعنا طالع عامل ازاي، بجد خطير. قعد ساعه الا ربع في الفرن زي ما قلتلك، وطبعا حطيناه في الشبكه على الرف اللي في النص، وطلع الكيك احلى والذ واطعم كيك. هو ده الكيك بتاع زمان اللي كنا بنفطر بيه او نتعشى بيه مع كوبايه شاي بلبن. بصي بقى الكيك من جوه عامل ازاي، بجد يا جماعه خطير، حلو جدا. طعمه مظبوط وسكره مظبوط، وكمان المسام بتاعته مظبوطه بالشكل اللي انت شايفاه ده. بصي بقى كمان الكيك من جوه عامل ازاي. يلا جربيها وما تنسيش بقى تقولي لي رايك فيها ايه. وبكده نكون عملنا احلى والذ واطعم كيكه، كيكه الامهات اللي لا يعلى عليها. بصوا يا جماعه الكيكه بتاعتنا عامله ازاي، بجد خطيره. عايزه اوريكي بقى من جوه. بصي من جوه عامله ازاي الكيكه، حلوه جدا. هتجربيها وهتطلع معاكي في منتهى الجمال مع كوبايه شاي بلبن بقى، وان شاء الله هتعجبكم. اعملوا بقى لايك وشير للفيديو لو الفيديو عجبكم.